بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل النهاردة إن شاء الله القرع بالبشاميل. معانا 2 كيلو قرع، بنقطعهم مكعبات صغيرة بالشكل ده، نحطهم في مصفى، نخلص كل الكمية، نقطعهم مكعبات صغيرة بالطريقة دي، وبنغسلها ونصفيهم من المية، نجيبهم في حلة، نحط عليهم حوالي 800 جرام سكر. 2 كيلو قرع عليهم 800 جرام سكر. اللي حابب انها يكون مسكرة قوي يحط كيلو على بعضه، بحيث ان 800 جرام هما معقولين، تبقى سكرها معقول. بنحطهم وبنسيبهم في الحلة كده حوالي نص ساعة بتنزل ميتها. بعد كده بنبتدي نحطها على النار ونقلبها من وقت للتاني ونغطيها كل فترة، نقلبها لحد ما تنزل السائل بتاعها تستوي خالص على الآخر، تبقى بالمنظر ده. بنجيب بولة مصفى بنحط فيها القرع وبنصفي العسل اللي فيه. نجيب طاجن بايركس أو أي صينية بندهنها ونرشها بقسماط ونحط فيها القرع. في نفس الحلة اللي عملنا فيها القرع بنجيب حوالي 3 معالق كبار سمن بلدي أو أي سمن أو زبدة، ونحط معاهم حوالي 3 معالق كبار مليانين هرميين كده دقيق، ونقلبهم لعمل البشاميل. نقلب الدقيق لحد ريحته ما نحس ان ريحته طلعت، نبتدي ننزل عليه بحوالي كيلو لبن دافي، ويستحسن يكون لبن طبيعي بالقشرة بتاعته. نقلب الدقيق باللبن ونضيف معاهم العسل اللي صفيناه من القرع، بيبقى قوامه معقول، لا خفيف قوي ولا تخين قوي. بعد كده ننزل بيه على القرع ونسويه، ندخله على فرن 180 درجة لغاية الوش بتاعه ما يحمر. بعد كده بنتركه لما يبرد خالص، نبتدي نقطعه، ما نقطعوش وهو سخن، نبتدي نستنى عليه لما يبرد ونبتدي نقطعه. طعمه جميل وسكره معقول، جربوه وهيعجبكم.